علاش البنان كيبقى عند الخضار ما كيخسر ما كيطرى ليه والو غير كتشري من عنده كتخليه يبات عندك كتنوض كتلقاه كله طايب وكيطيب في دقه. اليوم نهضر لك على واحد السؤال مهم، كيفاش وعلاش البنان كيطيب بالزربه عندنا في الدار. واش كنديروا شي حاجه ما خداماش؟ اول حاجه البنان هو واحد الفروي اللي كينتج غاز الايثيلين، هو اللي تيطيب هو اللي كيدير ليه النضج، وبالتالي فالا بغيتي البنان ديالك تشريه ويبقى عندك في الدار لمده طويله، عندي لك واحد الحلول اللي بغيتك تطبقهم. اول حاجه شنو غدير ليه؟ غدير ليه كما كنديروا الحولين نهار العيد، الرق. خاصك تعلقو. علاش خاصك تعلق البنان؟ ملي كتعلق البنان السورفاز ديشونج ولا المكان اللي غيبدا ينتج فيه ليتيلين ما تيبقاش قريب ليه، ماشي بحال اللي درتيه في ميكا ولا درتيه في كاغيط ولا خشيتيه في شي شبكه. ليتيلين تيبقى قريب ليه، ملي ما كتحطوش في الشبكه ولا في لاردو هذا ما كيضربش، حيت الضريبات كيسرعوا النضج ديالو ولا كيولي يطيب بالزربه. ثاني حاجه اللي هي مهمه بزاف وبغيتي البنان يبقى لمده طويله وتبنجو، غدير ليه واحد اللعيبه سميتها الفاصمه. غدير ليه الفاصمه في واحد البلاصه اللي كينتج منها ليتيلين بزاف. هاد اللعيبه هادي غدير ليه فيها سوا فيلم اليمونتير سوا بابي الومنيوم. كدير ليه هاد اللعيبه الرق، كدير ليه الرق، كدير ليه الرق صافي، وكتغطي ليه هاد البلاصه هادي اللي كيتنفس منها وكينتج منها الغاز. صافي ملي كتغطيها ليه مزيان وكتعلقو بحال هكا كتسالي معاه. بارطاج هاد المعلومه مع صحابك واكي عاون ربي.